رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفات حلوه او وصفه حلوه، بس قبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا او نتكلم عنها عايزين ما ننساش طلاب وطالبات الثانويه العامه ان ندعي لهم دعوه حلوه من القلب، ربنا ينجحهم ويوفقهم ويكبر بخاطرهم ويفرحنا بيهم، اللهم امين. تعالوا نخش على الوصفه بتاعتنا على طول ونشوف هنعمل النهارده مع بعض ايه. الفيديو اللي فات عملنا مع بعض رغوه النسكافيه، بما ان احنا بنتكلم بقى عن الثانويه والامتحانات فبنعمل حاجات حلوه ليهم كده نقدمها لهم مع الايه، مع الفطار وهم بيذاكروا، بندخل لهم حاجه حلوه بنهتم بيهم وندلعهم الفتره دي. فاول حاجه كده انا هعمل النهارده كب كيك سريع، مش هياخد مني 10 دقائق ويكون جاهز، او بصي 10 دقائق في الفرن و10 دقائق تجهيز، يعني هو كله على بعضه مش هياخد مني نص ساعه. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده انا حطيت بيضتين، يعني وطلع معانا كميه حلوه جدا، وكمان طريقته سهله وسريعه مش هياخد معاكي وقت. انا حطيت هنا بيضتين وحطيت عليهم نص كوبايه من السكر، وابتديت ان انا اضربهم بالمضرب السلك. عايزه تستخدمي الخلاط براحتك، عايزه تستخدمي بقى البتاع ده المضرب الكهربائي اللي يريحك. انا بصراحه لقيته ان هو مش مستاهل، يعني سهل وسريع قوي، انا بلجأ له لما يكون عايزه اعمل حاجه سريع كده وكمان تكون نتيجتها هايله. حطيت كده علبه من الزبادي او علبتين صغيرين من الزبادي، وعليهم 50 جرام من اللبن. انا طبعا بوزن المقادير، مش بعملها كده بالكوبايه، هسيب لكم المقادير بالكوبايه، حاول ان انا اجيبها لكم تقريبا كده بالكوبايه وبالجرام، بس اظبط مقادير بتظبط معاكي هي الجرام، بس انا برضو هحاول ان انا ايه اقرب لكم عشان اللي ما عندوش ميزان يعرف برضو يعملها. انا هنا حطيت كمان 100 جرام من الزيت، يعني نص كوبايه من الزيت. يبقى احنا حطينا البيض، عليه السكر، عليه الزبادي، عليه الحليب، عليه الزيت، مفيش اسهل من كده. وهنبتدي نضرب كل المكونات دي مع بعض. الخطوه البسيطه اللي بتفرق في نجاح الكيكه عندي او الكب كيك او اي حاجه احنا بنعملها تكون هشه كده، ان احنا نقلب كل مكون، نديله حقه في التقليب علشان تطلع معانا الحاجه هشه، وكمان من جوه طريه كده ومش مكتومه. وكمان كل حاجه عندنا نتاكد انها دابت، الزيت والسكر وكل حاجه اندمجت مع بعض. عندي هنا 200 جرام من الدقيق، يعني كوبايه من الدقيق. حطيت عليها نص كيس من البيكنج باودر، نص كيس بس من البيكنج باودر، لان انا عامله هنا كميه صغيره، ما ينفعش احط على الكوبايه الدقيق دي كيس البيكنج باودر. طب انا لو حطيت يا مشيره كيس البيكنج باودر هيعلى معايا بقى ويرتفع وهيبقى هش اكتر، لا طبعا مش هيديك النتيجه دي. بالعكس، لما يرتفع قوي زياده عن اللزوم، واخد نسبه التخمير بتاعته او الماده الرافعه بتاعته اكتر من نسبه الدقيق، هتلاقيه يرتفع معاكي ويعلى، واول ما تخرجيه هتلاقيه هبط معاكي خالص واتكتم وبقى كانه ما فيهوش بيكنج باودر خالص. زائد ان انت هتلاقي في الكب كيك بتاعك او الكيكه بتاعتك نقط سمراء كتير. ليه؟ لان نسبه البيكنج باودر كتيره عن نسبه الدقيق اللي موجوده. انا هنا نخلتهم. خطوه نخل الدقيق دي بتفيدك في ايه؟ بتدخل هواء للحاجه اللي انت بتعمليها بقى، سواء الكب كيك سواء الكيكه بتاعتك، فبتديها نتيجه هشاشه اكتر، بتضمني ان الدقيق بتاعك بيكون منخول كويس. لو في برضو اي حاجه بتطلع معاكي في النخل، يعني بنستفاد من الناحيتين. بعد كده ببتدي اقلب بالمعلقه، بعد كده بستخدم المضرب زي ما احنا شايفين، مستخدمين المضرب معانا السلك خطوه بخطوه، مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. لو انت حابه بقى ان انت مع كوبايه الشاي كده تاكلي حاجه سريعه، مش عايزه تعملي بقى صينيه كيك كده ولا هتهبط مني، لا هتطلع مكتومه، لا انا مش عايزه اعمل صينيه، انا عايزه اعمل حاجه تكون مختلفه. وممكن ان انت تعملي الكب كيك ده بطرق كتيره جدا. انا عملته حشيته النهارده نوتيلا زي ما قلت لكم، بحيث ان انا بقى ايه بقدمه لبنتي كده وهي بتذاكر، يكون حاجه منها مسكره وفي نفس الوقت حاجه كيك كده بتتاكل. انت تقدري تحشيه مربى، تقدري تسيبيه ساده، تقدري تحطي له اللي انت عايزاه. شايفين بقى القوام بتاعنا بيكون تقيل ما بيكونش سائل. القوام ده اللي هيديكي نتيجه حلوه جدا. اهم حاجه تتاكدي ان كل المكونات اتقلبت مع بعض او اختلطت مع بعض. شايفين ده القوام العجينه عندنا لازم أن تكون وضروري تكون بالسمك كده عشان تاخدي نتيجه حلوه جدا جدا للكب كيك بتاعك او الكيكه بتاعتك. تاكدي ان الكيكه بتاعتك ان شاء الله هتطلع ناجحه 100%. انا دلوقتي بقى شغلت الفرن بتاعي، انا مش محتاجه اشغل الفرن طبعا من قبلها ب10 دقائق، لا في الوقت ده كده وانا هعبي الكب كيك ببتدي ان انا اشغل الفرن بتاعي، لان انا هحط الكب كيك كميته قليله ومش هياخد معايا الا 10 دقائق، يعني ماكسيموم هياخد 20 دقيقه في الفرن ده لو الفرن بتاعك هادي. فمش محتاجه ان هو يكون سخن قوي بحيث ان هو ما يرفعليش الكيك والاخر الكيك يعلى بسرعه ويبقى في قلبه ني، لا انا عايزاه يستوي من جوه ومن بره وياخد اللون من غير ما اشغل له الشوايه ومن غير اي حاجه. فبديله درجه الحراره المناسبه للحاجه اللي انا بحطها. يعني انا لو بشتغل في الكيك او هعمل معجنات، طبعا بنبقى مخلين الفرن بتاعنا من قبلها ب10 دقائق او ربع ساعه ويكون على اعلى حاجه عشان المعجنات تخش على فرن عالي، الميه ما تتسحبش منها وما تنشفش معانا وما تطلعش مفروله. في حاجات كتير احنا واحنا شغالين كده مع بعض اللي انا
اعرفه هقوله لكم، بحيث ان كلنا نستفاد والحاجه تطلع معانا ناجحه. لكن الكب كيك زي ما قلت لكم كميه قليله، مش هتحتاج معايا درجه حراره عاليه قوي، مش هتحتاج ان انا اولع الفرن من قبلها ب10 دقائق، لا هي هتحتاج ان هو اولع الفرن قبلها ب5 دقائق يا دوبك عبال ما بتعبي الكب كيك بتاعك وتحطيه على الصواني. انا هنا الصواني اللي عندي دي اللي هي السمراء، اللي هي يعني هي مش تيفال، يعني هي الدرجه الاقل من كده، فدي ما بتتحملش الحراره، فما ينفعش ان انا احطها مباشر على الشبكه عندي، هتحرق من عندي. عبال ما الكب كيك بتاعي يكون استوى هيكون خد لون غامق قوي من تحت، او ممكن يتحرق منك او يتلسع، وهتكون ملحقش تستوى هيكون واخد منك لون. طب نعمل ايه؟ لو انت عندك نفس الصواني بتاعتي ديت، لو انت عندك طبعا الصواني اللي هي الالومنيوم من بتاعت الكب كيك ديت، مش هتحتاج ان انت تحطي لها حاجه، لان الالومنيوم بيبقى تقيل، بيتحمل الحراره اكتر من الصاج ده. بس طبعا كانوا عندي من ايام ما طلعوا، كنت جايباهم من زمان وكانوا موجودين عندي، فما جبتش بصراحه اللي هي الالومنيوم. لو لقيتها قدامي اكيد هشتريها من غير ما تردد، لان هي بتدي نتيجه تسويه احسن وافضل بكتير. انا هنا حطيت كده معلقه من النوتيلا، تقدري تسيحي شوكولاته عندك لو ما عندكيش نوتيلا، او قطع شوكولاته من تحت المطبخ تقطعيها قطع كده صغيره وتحطيها جوه العجينه. هنا طبعا القوالب دي مش عاليه قوي، فمش بتاخد، ما بقدرش احط فيها نسبه عجين كتير في قلب الورق علشان ما يطلعش يعلى قوي ويفور مني ويبهدل الدنيا، فانا ببقى عامله حسابي لاني بستخدم القوالب دي وعارفاها. انما القوالب الالومنيوم بتكون غويطه شويه، فتقدري تحطي فيها الكميه اللي انت عايزاها. طبعا دخلتهم على صينيه الومنيوم، الصينيتين دول حطيت كل واحده في صينيه ودخلتهم على صينيه الومنيوم، دخلتهم خدوا معايا ربع ساعه، كانوا طلعوا باللون اللي انتوا شايفينه ده. عملت كمان جزء عليه شوكولاته من الشيبسي كده من فوق، وتقدري تسيبيه ساده زي ما بقول لك. شايفين بقى خد لون حلو قوي، كمان تسويته ممتازه، سهل جدا. هنا بقى النوتيلا فضلت على الوش زي ما قلت لكم، لاني مش مزوده نسبه الخليط او العجين. لو انت بقى عايزاها تغطي خالص ضيفي كمان معلقه عجين من على الوش، لكن انا كنت حابه النوتيلا تبقى ظاهره كده، بحيث ان اللي هي كلها تبقى مليانه نوتيلا وتكون غنيه كده وطعمها حلو. دي حاجه بترجع لك، لو انت عايزاها تبقى زي ما قلت لك ان هي متغطيه من فوق ومن تحت كده والنوتيلا في النص، تقدري تضيفي معلقه من الخليط تاني على كل وش كب كيك، وهيبقى كده متغطي وهيبقى الشوكولاته من جوه. شايفين بقى دي النتيجه بتاعتنا، عملوا معانا 12 وتقريبا كمان كام واحده انا ما عدتش، بس عملوا معانا يعني كميه حلوه قوي من بيضتين، وشايفين كوبايه دقيق واحده، وعملناه بمنتهى السهوله والسرعه. المقادير كلها موجوده، شويه زيت على سكر على دقيق، وهنعمل احلى كب كيك ان شاء الله. هتجربوه هيعجبكم جدا، تقدروا تعملوه بالشوكولاته. تعالوا بينا نفتح واحده كده ونشوفها من جوه. شايفين بقى النوتيلا خطيره معاه بجد، ما قعدش، طعمه حلو قوي وخفيف جدا، ولونه فاتح. بصوا حكايه بجد، جربوه على ضمانتي، هيعجبكم جدا، من الحاجات الحلوه وينفع كمان للعيد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.